السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على المودة والخير نلتقي وإياكم وسؤال فقهي. سؤالنا لهذا اليوم: من يتولى رعاية واحتضان الطفل قبل الطلاق وبعده؟ الجواب: علينا أن نعرف مفهوم الحضانة. الحضانة مصطلح فقهي بمعنى الولاية والمحافظة على الطفل غير البالغ وغير الرشيد، حيث تشمل حضانة الطفل عدة مسائل، منها التربية وإعداد المأكل والملبس المناسب وغيرها. وفقا للفقه الإسلامي فإن حق الحضانة للأب والأم معا إذا كانا غير منفصلين، فإذا افترق الزوجان بالطلاق فالأم أحق بالطفل سواء كان ذكرا أو أنثى، ونفقة الطفل فقط على الأب حتى يبلغ عمر 2 والأحوط استحبابا أن يبقى في حضانة الأم حتى يبلغ 7 سنوات، بعدها تنتقل الحضانة إلى الأب. أما فيما يخص رؤية الطفل في فترة الحضانة عند أحد الأبوين فلا يحق له منع الطرف الآخر من رؤية الطفل ولقائه وتقديم المساعدة للطفل إن احتاج إليها. فإذا بلغ الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى سن البلوغ والرشد تنتهي حضانة الأب والأم، وله الحرية في الاختيار. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.